نزلت امبارح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، واللي الموسم الأول كان نزل من سنتين وعجب ناس كتيرة جدا، منهم حتى لاعبين اللعبة. وللمفاجأة أنا ما شفتش الموسم الأول وقتها، واتفرجت عليه كله الأسبوع اللي فات. وخليني قبل ما ادي انطباع عن الحلقة أتكلم معاكم سريعا عن رأيي في المسلسل من خلال فقط الموسم الأول، اللي هو الصراحة عجبني. ومع العلم إني للأسف ما لعبتش اللعبة، ولكن تقديم العالم والدراما وقد ايه فعلا انا ما كنتش متوقع اني هرتبط بالشخصيات دي كلها. وحقيقي عناصر المسلسل حلوة جدا، مع الصورة البصرية والاداء التمثيلي الاكتر من رائع من بيدرو باسكال وبيلا ريمسي. ولكن انا مشكلتي مع المسلسل كانت الاجندات المحشورة بدون داعي، خاصة في الحلقة الثالثة. وكان ممكن نشوف مشاهد اكتر للتعامل مع الزومبي والخطر المنتشر عامة. ودلوقتي نتكلم على الحلقة الاولى من الموسم الثاني اللي لسه شايفها اول ما نزلت، ولكن حبيت طبعا ان اديكم فرصة يكون الناس كلها اتفرجت عليها علشان نتناقش مع بعض. والصراحة هي حلقة تمهيدية كويسة، ما اقدرش اقول خالص انها وحشة او محبطة بالنسبة للي لسه هنشوفه في الموسم ده. وكمان بنتابع الاحداث بعد 5 سنين، وبنشوف جول اللي دلوقتي بياخد علاج نفسي. وعامة المسلسل مش هتحس ان فيه اختلاف، نفس الانترو مع الاجواء والاداء التمثيلي الرائع من بيدرو باسكال. اما بالنسبة لشخصية ايلي فطبعا احنا شفنا ان حصل لها تغييرات مش جذرية، ولكنها تظل تغييرات في طباعها، ودي نتيجة طبيعية للمغامرات والصدمات في الموسم الأول. شفنا تغيير في ميولها الجنسية، وإنها دلوقتي بقت شاذة جنسيا. وهو يا جماعة بناء على الآراء اللي أخدتها من اللاعبين الجزء التاني، إن اللعبة هتكون مليانة أجندات، وكذلك المسلسل ممكن يكمل معانا في الخط ده. العلاقة بقت متوترة أكتر وأكتر بينها وبين جول، لأنها دلوقتي بقت شبه علاقة أب وبنته. وأداء بيلا ريمسي جيد جدا، وعندها فرصة إنها تبرز أدائها أكتر وأكتر في الحلقات الجاية. ولكن أنا عندي تعقيب الصراحة مش قادر إني أعديه من امبارح، وهو إن ليه بعد مرور عدد من السنين ما حصلش ريكاست. المفروض إنها دلوقتي بتتغير شكليا كمان، ولكن ده مش بيتعكس خالص على الممثلة. هي نفس الملامح ونفس الطول ونفس الهيئة الجسدية، وده عيب ممكن اعديه لو اخدنا مكافأة في الحلقات الجاية، خاصة من شخصية ايلي. ولكن نوعا ما ده مجرد رأيي اللي انا كنت شايف انه ممكن يحصل، وما كنتش وقتها هتضايق خالص منه. بشكل عام الحلقة عجبتني، لسه المسلسل قدامه كتير انه يطور من نفسه. وطبعا التحدي الاكبر، هل هياخد السورس ماتيريال بعيوبه؟ لان ناس كتير بتوصف الجزء التاني من اللعبة انها مش حلوة خالص. ولكن انا في رأيي ان اللعبة حاجة، والعمل السينمائي او الدرامي حاجة تانية، ممكن تتعالج مشاكل كتير ويطلع في الاخر المسلسل كويس جدا. وطبعا مستني اعرف رأيكم.